يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفا بنك. التجاري وفا بنك، فيكم واثقون. السلام عليكم مستمعي ميد راديو فين ما كنتوا، مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج صوت المقاول الموسم الثاني. كنحاولوا ما أمكن مستمعينا نقربكم من عالم المقاولة ومفاتيح النجاح في هذا العالم الكبير واللي عنده أسرار ديالو طبعا مع خبراءنا اللي هم مميزين في هذا المجال. برنامج صوت المقاول موجه لكل واحد عنده مقاولة صغيرة أو صغيرة جدا باغي يطورها أو عنده فكرة لتأسيس مشروعه الخاص. معي في حلقة اليوم الخبيرة والمستشارة في دار المقاولة الدار البيضاء مديونة غزلان شاهين. مرحبا بك غزلان. سلام سي جواد، أولا كنشكرك على الاستضافة وكنرحب بمستمعينا الكرام. مرحبا بك غزلان، ونمشيو على بركة الله نستقبلوا مكالمات الحلقة ونقولوا ألو. السلام عليكم. عليكم السلام. شكون معايا سيدي ومن أين مدينة كتهضر معنا؟ معك مراد من سطات. سي مراد، تفضل شنو السؤال ديالك للخبيرة ديالنا؟ السؤال ديالي أنا عندي بطاقة ديال المقاول الذاتي. أييه. وسبق لي عمر شي فاكتورات ودابا بغيت نسول واش غادي نخلص الضريبة. واش غادي تخلص الضريبة وانت عندك ستاتيو ديال المقاول الذاتي؟ عندي بطاقة ديال المقاول الذاتي. داكور. عندك شي سؤال آخر؟ عندي واحد السؤال آخر في هذا السياق نفسه. بغيت نعرف غير القانون المالية الجديد جاب شي حاجة جديدة في هذا الخصوص هذا. إن شاء الله غادي تسمع الجواب. خليك معنا سي مراد. شكرا لكم. نعم سيدي. غزلان، كيف ما سمعتي المتصل مراد من سطات كيقول أنه عنده بطاقة المقاول الذاتي، سبق ليه عمر فاكتورات وكيسول واش غادي يخلص الضريبة، وكيسول كذلك واش قانون المالية الجديد جاب شي مستجدات بهذا الخصوص. غزلان، شكرا على هذا السؤال سي مراد من مدينة سطات اللي العديد من المقاولين الذاتيين كيطرحوا. قبل الإجابة على هذا السؤال ما فيها بس نذكروا بنظام المقاول الذاتي. نظام المقاول الذاتي هو نظام كيهدف لتشجيع خلق المقاولة الذاتية. تم الإقرار ديالو في القانون 114/13 وهو نظام اختياري كيمكننا من الاستفادة من العديد من الامتيازات اللي رخصها المشرع، وذلك لتشجيع المرور من القطاع الغير المهيكل للقطاع المهيكل، وتبدا الخدمة ديالك بكل اريحية بسهولة وبشكل قانوني. نعم. إذا المقاول الذاتي نفسروه هو كل شخص كيزاول باسمه الخاص وبصفة فردية، يعني كيشتغل بوحده بهدف الحصول على دخل من خلال مزاولة نشاط تجاري حرفي أو من خلال تقديم الخدمات، واللي رقم المعاملات ديالو أي لو شيفر دافير ما كيتعداش 500 ألف درهم بالنسبة للأنشطة التجارية الصناعية الحرفية، و200 ألف درهم بالنسبة للخدمات. طيب غزلان، إلا سمحتي بعد ما ذكرتي هاد الأرقام هادو 50 مليون و20 مليون، أشنا هي الامتيازات ديال المقاول الذاتي؟ الاستفادة من بطاقة المقاول الذاتي سي جواد أو من هذا النظام عنده بزاف ديال الامتيازات. أولا هذا النظام هو مبسط، كيعطيك الصفة القانونية وكيولي عندك رقم الموحد للمقاولة لي سي، يمكن لك دير الكاشي ديالك وتشارك في طلبات العروض. ثانيا عندك إمكانية إصدار الفواتير دون ضريبة على القيمة المضافة، وحتى إمكانية الولوج للأسواق. ثالثا إمكانية توطين النشاط في محل السكن أو في أحد المحلات المشتركة. ورابعا نظام ضريبي مشجع، حيث أن المقاول الذاتي كيخلص 0.5% بالنسبة للناس اللي كيزاولوا نشاط صناعي أو تجاري أو حرفي، وكيخلص 1% من رقم المعاملات ديالو نسبة للناس اللي تيشتغلوا في قطاع الخدمات. وخامسا هذا النظام كيمكنك من الاستفادة من التغطية الصحية الإجبارية لامو. طيب كيف ما كاينه امتيازات ربما غادي تكون بعض الالتزامات، نقدروا نذكرها أستاذة غزلان؟ تماما، كيف ما كاين هذه الامتيازات كاين أيضا الالتزامات. المقاول الذاتي خصو باش يخلص الضريبة ديالو يصرح برقم المعاملات ديالو كل 3 شهور، بمعنى في شهر 1 شهر 4 شهر 7 وشهر 10. وفي حالة عدم التصريح برقم أعمال المقاول الذاتي أو التأخير أو في حالة تصريح ناقص أو غير كافي فغادي تطبق علينا واحد الغرامة مالية ديال 100 درهم على كل تصريح. ربما هذا هو الصلب ديال الجواب على المتصل. تماما سي جواب. يعني باش نجاوبوا على السؤال ديال المستمع الكريم سي مراد من مدينة سطات،
فخصو ضروري يقوم بالتصريح ديالو كل 3 شهور. واخا ما يشتغلش بصفه نهائيه بالبطاقه، ضروري يدير لا ديكلاراسيون ديالو واخا تكون 0 درهم. الشق الثاني من السؤال ديال المتصل كيسول ايضا قانون الماليه جديد وجب شي مستجدات بهذا الخصوص. فعلا كاين مستجدات كتخص نظام المقاول الذاتي. قانون الماليه 2023 جاب بعض التحديثات من خلال اخضاع جزء رقم المعاملات السنوي لو شيفر دافير اللي كيفوق 80,000 درهم 8 المليون المحقق من طرف مقدمي الخدمات مع نفس الكليان الضريبه ديال 30%. يعني يا سي جواد الا كنتي مقاول ذاتي في الخدمات وكدير مع كليان واحد اكثر من 8 ديال المليون، فراه داكشي اللي اكثر من 8 المليون 80,000 درهم غادي تخلص عليه الضريبه ديال 30%. جميل جدا. باقي شي اضافه استاذ غزلان قبل ما نقفلوا الحلقه؟ يمكن للمستمع الكريم وجميع المقاولين الذاتيين يتوجهوا لأي وكالة تجاري وفبنك باش يتسجلوا في النظام أو ياخذوا كل المعلومات اللازمة. وبالنسبة لجميع المقاولين وحاملين المشاريع راه يمكن لهم يتوجهوا لمراكز دار المقاول باش يستافدوا من التكوين والمواكبة المجانية في كل ما يخص إنشاء المشروع ديالو. ما يفوتش ليا سي جواد انني نذكر بالمنصه الالكترونيه البوابه الالكترونيه daralmuqawil.com اللي فيها مجموعه من المعلومات والفيديوهات والدروس والنصائح. دار المقاول ايضا هي حاضره عبر الفيسبوك عبر صفحه انا معاك، وايضا في اليوتيوب عبر قناه دار المقاول. شكرا لك غزلان شين، نذكر مستشاره في دار المقاول الدار البيضاء مديون على كل هذه التوضيحات. شكرا سي جواد. إلى فرصة مقبلة إن شاء الله. إذا مستمعينا الكرام وصلنا نهاية حلقة اليوم من برنامجكم الأسبوعي صوت المقاول في الموسم الثاني ديالو. ما بقى لي في الختام إلا نشكر عايدة الشرادي اللي رافقتني في الإخراج ديال هذه الحلقة. هذا جواد الطاهري كيحييكم، دوزوا بخير. يقدم لكم برنامج صوت المقاول بمساهمة التجاري وفبنك. التجاري وفبنك، فيكم واثقون.